الموجه والقائد لنضالات جماهير شعبنا الكادحة والفقيرة. فتحية لجماهير شعبنا في كل مكان، وتحية لحزبنا القائد العظيم، وتحية لجماهير شعبنا صانعة هذه الانتصارات، صانعة هذه المكاسب. تحية ونحن نحتفل في هذا اليوم بالذكرى 22 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن تمر من أمام المنصة مجموعة تمثل مصنع الغزل والنسيج، أحد أهم المصانع في بلادنا. وفي هذه اللحظات أيها الإخوة المواطنون تمر من أمام المنصة مجموعة تمثل شركة طيران اليمن الديمقراطي اليمدا. هذه الشركة التي تأسست في 11 من مارس عام 1971 ميلادية، وتطورت بفضل الدعم والرعاية من قبل حزبنا الاشتراكي اليمني وحكومة الثورة في بلادنا. كل هؤلاء يقدمون التحية في هذا اليوم العظيم، ونحن نحتفل بالذكرى 22 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. أيها الإخوة المواطنون، ينتقل الميكروفون الآن إلى الزميل فيصل بعباد. أيها الإخوة، نمر الآن من أمام المنصة الرئيسية نموذج لشركة أحواض السفن الوطنية، إحدى الدعامات الاقتصادية في بلادنا. وقد شهدت خلال أعوام الخطة الخمسية الثانية أحواض السفن تطورا كبيرا في مجالاتها، تمثل ذلك في النجاح في تأهيل وتدريب الكادر اليمني وبناء القاعدة المادية اللازمة لشركة أحواض السفن الوطنية. وبالتالي هذا الإنجاز مكن الشركة من تحقيق عدد من النجاحات في ازدياد إنتاجها الخدماتي في مجال الصناعة البحرية والكائنات والقطاع البحرية المحلية والأجنبية. الزراعة هي إحدى الدعائم الأساسية في بلادنا، ومنذ الاستقلال وبعد خطوة 22 من يونيو التصحيحية المجيدة أقدمت حكومة الثورة على تنفيذ العديد من الإجراءات لتعزيز قطاع الزراعة لكي يسهم هو الآخر بدوره في بناء الاقتصاد الوطني. أهم تلك الإنجازات صدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 27 لعام 70 ميلادية، وبصدور هذا القانون ظهرت أشكال اقتصادية جديدة تمثلت في إنشاء مزارع الدولة والتعاونيات الزراعية ومحطات التأجير وتأجير الآليات الزراعية، وكذا العديد من المؤسسات والمنشآت الزراعية. وتوجد الآن في بلادنا 24 مزرعة دولة نباتية تابعة للإدارة العامة لمزارع الدولة، وهي موزعة على مختلف محافظات الجمهورية الست. الزميل يحيى عثمان معكم في هذا الوصف. وفي هذه اللحظة أيها الإخوة والأخوات، أيها الإخوة المواطنون، هنيئا لكم انتصاراتكم العظيمة بهذا اليوم العظيم. هنيئا لكم هذه الفرحة التي تعبرون عنها اليوم من خلال هذه التجمعات الرمزية التي تمر الآن أمام المنصة، والتي مر قبل لحظات كما شاهد إخوتنا المواطنون على شاشات التلفزيون كرنفال يمثل وزارة الثروة السمكية ومصنع الأسماك في كل من شقرة والمكلا. هذا القطاع قطاع من أهم القطاعات البارزة في بلادنا، والذي تمكن في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجارية في بلادنا أن يتطور بفضل اهتمام حزبنا القائد وحكومتنا الدولية. وانتقل بكم الآن إلى الزميل
شعيب. ونشاهد الآن مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء عمال وزارة التجارة والتموين يمرون من على المنصة الرئيسية وهم يرددون الشعارات الحماسية وحاملين أعلام الحزب وطاقات الورود الحمراء. ووزارة التجارة والتموين قامت بدور كبير في عملية توفير حالة من الاستقرار في التموين للمواطنين في عموم محافظات الجمهورية. وبلغت نسبة تنفيذ خطة التموين البدائي والاستهلاكي للعام الماضي 84% و14%. الميكروفون الآن ينتقل لزميل محمد شيخ. هكذا أيها الإخوة المواطنون، هكذا تشارك جماهير شعبنا اليوم في هذا المهرجان المهيب وتؤكد التفافها حول حزبها القائد الحزب الاشتراكي اليمني. في هذه اللحظات أيها الإخوة تمر من أمام المنصة مجموعة تمثل وزارة الإنشاءات وحدة بناء الطرق، وقد شهدت بلادنا العديد من الإنجازات والمشاريع في مجال بناء الطرق وتم شق الطرقات الجديدة في العديد من محافظات الجمهورية. ولا زالت بلادنا تحقق الإنجازات والإنجازات بقيادة حزبنا القائد الحزب الاشتراكي اليمني. تحية لجماهير شعبنا في هذا اليوم العظيم، الذكرى 22 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. الميكروفون ينتقل إلى الزميل فيصل بعبد.